هتكلم معاكم بقى النهاردة عن الفتة، الطبق اللي لما بناكله كده بينزل في قلبنا قبل ما ينزل معدتنا. حبيبي يا عم وليد، حبيبي يا عم وليد، الف هنا وشفا. وليد صاحبي وحبيبي، انا عازمه النهارده في ليله من ليالي رمضان الجميله في مطعم ليلى على فتة، الاكله اللي كل المصريين بيحبوها، الاكله حبيبي ثواني، هو طبعا مستعجل، الاكله الشعبيه اللي احنا اكلناها الفقراء والاغنياء وكل الناس بياكلوها. الاكله ديت ليها قصه جميله جدا جدا من ايام قدماء المصريين. نسيب عم وليد ياكلها وانتوا ركزوا ثواني وانتوا ركزوا معايا في الحدوته، وانت ركز معايا. الفتة دي قرديح ولا بلحمه؟ لا لحمه طبعا. الف هنا وشفا. الفتة ديت اول ناس اشتغلوا عليها وعملوها كان قدماء المصريين، وهنلاقي كده في بعض النقوش على معبد سوبك وصفة اول فتة عرفها التاريخ، اللي كانت على ايد كاهنة اسمها كارة. دي كانت كاهنة مصرية ذبحت خروف وحشته بالبرغل والبصل وزينته بالبتنجان المقلي، وفتتت فيه شوية عيش وحطت اللحمة عليه وقدمته في عيد الآلهة. ومن بعدها الأكلة ديت بقت رفيعة المستوى، مش أي حد ياكلها، وكانت انتشرت جدا. في العهد الفاطمي الفتة ضافوا ليها الصلصة اللي هي بتومية كده بحتة زبدة كده تخلي ريحتها مفحفحة، لو انت بتعملها تلاقي الشارع كله شم ريحتها. في قصة بقى كده لطيفة حصلت في عهد المماليك، كنت قريتها مرة، إن كان في طباخ كان محكوم عليه بالإعدام. يوم تنفيذ الحكم كان هو جوه المطبخ وشغال، بدأ يعمل في الفتة دي. طبعا عمل الخل بقى والثوم والليمون والحاجات اللي انتوا عارفينها، فخلى الريحه مفحفحه في القصر كله، لدرجه ان المملوك او سيده لما شم الريحه نزل قال ايه الريحه الحلوه ديت، فقالوا له ده الطباخ اللي هيتحكم عليه بالاعدام دلوقتي. فالمملوك قال طب اعرفوا لي سر الطبخه ديت قبل ما يموت. هنا الطباخ لما عرف ان حياته مرتبطه بسر طبخه الفته مرضيش يقول السر، وفضل المملوك دوت محافظ على حياه الطباخ علشان يعمل له الفته، والفته ديت انقذته من الاعدام. قصص كتير جدا جدا حوالين الاكل المصري، كل اكله مصريه بتلاقي وراها اكله كده ووراها حكايه. تابعوني في الحلقات وشوفوا مطعم ليلى بيقدم لنا الاكل بطريقه تحفه. انا نفسي اوصيكم لو انتوا عايزين تخرجوا خروجه حلوه تيجوا المطعم ده، هتلاقوا الاكل المصري الاصيل، وعندهم شيف واداره تخليك فعلا مبسوط وانت بتاكل وفرحان ان انت بتاكل اكل مصري اصيل كده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ودلوقتي يلا بقى نشوف صاحبنا اللي عمال ياكل في الفته ديت، هل القصه اللي عجبته ولا الفته اللي عجبته؟ يلا بينا. ايه الحلاوه دي؟ عجبك الاكل؟ صح. مطعم ليلى بيقدم وجبات حلوه جدا وبيقدم اكلات طعمها في منتهى الجمال. طبعا احنا اكيد انت سمعت الحكايه. الحكايه احلى ولا الطعم احلى؟ الاثنين حلوين. الاثنين حلوين. بنشكر مطعم ليلى لتاني مره ان هو بيستضيفنا في البرنامج في رمضان وبيقدم لنا الوجبات ديت. لو بتحبوا تسمعوا الحكايات ديت تابعوني حلقه جديده مع اكله جديده مع قصه جديده. سنه طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم.